الراجل دخل بالسيف وزقه في التمثال الحجري، وبعدها المساعد بتاعه دوس على زر وبدأ العصير يطلع في الإناء ويغلي. المشهد كان مدهش لصاحب البيت، وده أكد اللي الراجل قاله، إن التمثال عليه حاجة مش طبيعية. العصير فضل يغلي والمساعد داس على الزر تاني وطلع صوت غريب، واتضح إن كل اللي حصل ده كانوا متحكمين فيه بالكامل من العربية اللي جايين بيها. فجأة قامت ريح جامدة، وده برضه هم اللي كانوا مسيطرين عليه. بعد شوية السيف خرج لوحده والراجل ماسكه، وبدأ يقول لأصحاب البيت إنهم لازم يسيبوا المكان. في وسط كل ده ظهرت عربية من البلدية وخدت العربية اللي هم كانوا بيشغلوا منها كل حاجة، والراجل ما خدش باله، فبدأ يعمل حركات بالسيف عشان يخوف أصحاب البيت ويخليهم يمشوا. بس مفيش حاجة حصلت، حتى المساعد حاول يساعده ودوس على الزر، بس خلاص العربية كانت اتسحبت. فجأة التمثال وقع على الأرض واتكسرت منه حتة، وساعتها بس أصحاب البيت حسوا إن الروح الشريرة خرجت منه. الراجل قالهم كده خلاص، بس هم ما يعرفوش إنه كان بيضحك عليهم. الست خرجت مبلغ كبير جدا من الفلوس ودته للراجل، وكان في الآخر بيضحك عليهم.